فيلمنا النهاردة بيبدأ في مدينة ايرندل، وبيظهر مجموعة من العمال بيغنوا وهم بيحفروا في الجليد، وبيظهر معاهم طفل صغير اسمه كريستوف. وفي نفس الوقت بيكون في طفلة صغيرة اسمها أنا بتحاول تصحي أختها الكبيرة إلسا علشان يلعبوا مع بعض، فبتضطر إلسا إن هي توافق وبتصحى علشان تروح معاها وبتعمل لها خدع سحرية. وساعتها بنكتشف إن إلسا عندها قوة سحرية وهي القدرة على تكوين الجليد، وبعدها بتعمل ليها رجل تلجي وبتسميه أولاف، وبيكملوا لعب مع بعض. وبتكون أنا سعيدة جدا علشان بتقضي وقت جميل مع أختها إلسا، وهم بيلعبوا بتقع إلسا على الأرض، وبتكون أنا بتنط في الهواء وبتحاول أختها إنها تنقذها، لكنها بتحدف عليها كرة تلج بالغلط فبتخلي أنا تفقد الوعي تماما، فبترتبك إلسا وبتكون مش عارفة تتصرف. وبيجي باباها بسرعة وبيكونوا قلقانين جدا، وبنعرف إن والد إلسا بيبقى ملك المدينة، وهم بيلاحظوا إن بنتهم حرارتهم بتعلى أكتر بيقرروا يخرجوا بسرعة بره المدينة عشان يعالجوها. وساعتها بيشوف الطفل اللي اسمه كريستوف وبيركب على الغزالة بتاعته وبيروح وراهم، وبعد شوية بيوصلوا المدينة فيها كائنات سحرية غريبة شبه الصخور، وبيوصلوا للقائد بتاعهم علشان يخلوه يعالج بنتهم أنا، وفعلا بينجح إنه يعالج أنا، لكنه بيضطر يمسح من الذاكرة بتاعتها أي حاجة بتتعلق بقوة إلسا السحرية علشان ما تفكرش في الحادثة وقلبها يتأثر تاني. وبعدها بيقول لهم إن في مشكلة، وهي إن إلسا مع الوقت قوتها هتزيد لدرجة إنها هتبدأ تخاف من قوتها وهتفقد الثقة بنفسها، وإنها لازم تسيطر على قوتها علشان سكان المدينة ما يخافوش منها. فبيقرر والد أنا وإلسا إنه يقفل كل أبواب القصر وبيخفي إلسا عن أنظار الناس، وبتفضل إلسا في أوضتها لفترة طويلة جدا. وبعد كده بتكون إلسا بعيدة عن أختها أنا وما بتختلطش بيها تماما، وده علشان ما تسببش أي أذى لحد بسبب قوتها السحرية. وبتكون أنا متضايقة بسبب بعد أختها عنها وما بتبقاش فاهمة هي ليه بتعمل معاها كده، وده بيبقى بسبب إن ذاكرتها اتمسحت. وبعد مرور سنين كتير بيقرر والد ووالدة أنا وإلسا إنهم يسافروا في رحلة استكشافية لمدة أسبوعين، وأثناء رحلتهم في البحر السفينة بتاعتهم بتغرق وبيموتوا، وبيوصل بعدها الخبر لأهل المدينة اللي كلهم بيتأثروا جدا. وبتكون ساعتها إلسا في أوضتها ومش راضية تخرج علشان محدش يعرف حاجة عن قوتها، وبتتضايق أنا بسبب بعد أختها إلسا عنها. وبعد 3 سنين بترجع البهجة مرة تانية لسكان المدينة وبيحتفلوا بتتويج إلسا كملكة ليهم، وبتكون أنا ساعتها فرحانة جدا بالاحتفال ده، وبتلبس هدومها بسرعة وبتخرج علشان تبدأ تشرف على الاحتفال. ووقتها بتتخبط في واحد اسمه هانز فبيساعدها وبيعرفها على نفسه، وبيقول لها إنه أمير من الجزر الجنوبية، وبتعرفه أنا بنفسها وبتقول له إن هي كمان أميرة المدينة. وفي الوقت ده بتخرج إلسا وبتبدأ حفلة التتويج وبتلبس التاج، وبيطلب منها المسؤولين التتويج إنها تقلع الجوانتي بتاعها علشان تمسك الصولجان الملكي، فبتتردد إلسا وبتبقى خايفة إن الصولجان يتجمد قصاد الناس ويكتشفوا قوتها السحرية، لكنها بتقلع الجوانتي فعلا وبتمسكه، ولما بتحس إنه فعلا بدأ يتجمد بترميه بسرعة من إيديها وبتلبس الجوانتي مرة تانية. وبيتم تقديم إلسا لكل سكان المدينة وتعيينها رسميا كملكة للمدينة، وبتقدم أنا للناس على إنها الأميرة. وبعدها بتبدأ الحفلة وبيرقص كل سكان المدينة وهم فرحانين، وبتقول أنا لأختها إلسا إنها فخورة جدا بيها وإنها مبسوطة إنها خرجت أخيرا من العزلة اللي كانت عايشة فيها، وبتحاول تمسك ايديها عشان يرقصوا مع بعض، فبتنفعل إلسا وبتبعد عنها علشان قوتها السحرية ما تتكشفش وبتسيبها وتمشي. وفجأة بتخبط في الأمير هانز وبيرقصوا مع بعض وبيخرجوا يتمشوا وبيقضوا وقت ممتع مع بعض، وبعدها بيقعدوا يتكلموا عن حياتهم الشخصية. فبيقول لها الأمير إن هو عنده 13 أخ وكلهم بيكرهوه، فبتقول له إنهم شبه بعض لأن أختها إلسا طول الوقت بتبعد عنها لسبب هي مش عارفاه. فبيقول لها الأمير وقتها إن هو حاسس بالحب ناحيتها وبيعرض عليها الجواز، فبتوافق وبتروح لاختها إلسا وتعرفها وبتطلب موافقتها عشان تتجوزوا. فبتتفاجئ إلسا وبترفض الجواز ده لأنه لسه متعرفة على هانز، وإنه مش طبيعي تتجوز حد عرفته من يوم واحد، وإنها أكيد ما تعرفش عنه حاجة. وبتفضل بعدها أنا وهي بتحاول تقنعها وبدون قصد بتحرجها قدام كل الناس، وبتقول لها إن هي مش عايزة تعيش منعزلة عن الناس زيها. فبتتعصب إلسا وبتقطع كلامها وبتعمل حاجز من التلج، وبيتفاجئ كل الناس اللي في الحفلة لما بيشوفوا قوتها السحرية،
وبتنهار إلسا لما بتشوف نظرات الناس ليها، وبتخرج من القصر بسرعة وبتجري وبتلمس نافورة المية بتاعة المدينة بدون قصد، فبتتحول كل المية اللي فيها لتلج، فبيخاف منها أهل المدينة. ووقتها بتبدأ تفقد السيطرة على قوتها وبتضرب الناس بكتل تلجية بدون قصد. وبتهرب إلسا بسرعة لحد ما بتلاقي قدامها نهر وبتحوله كله لتلج، وبتمشي عليه وبتخرج من المدينة. وبسبب اللي حصل ده بيتحول الصيف بتاعهم لشتاء. وساعتها بتفهم أنا سبب عزلة أختها إلسا، وإنها كانت مخبية سر قواها السحرية طول السنين اللي فاتت دي علشان الناس ما يخافوش منها ويتجنبوها. وبتقرر إنها تروح تدور على أختها وترجعها علشان بتبقى خايفة عليها، وبتقول لأهل المدينة إن هانز هيبقى هو المسؤول في غيابها. وقتها بتوصل إلسا لمنطقة جليدية وبتبدأ تستخدم قوتها، وبتقول لنفسها إن هي مش هتخاف من الناس مرة تانية، وإنها لازم تعيش بحريتها. وبتبني قصر كبير جدا من التلج علشان تعيش فيه بعيدة عن الناس، وساعتها بتكون سعيدة لأول مرة في حياتها. ومن الناحية التانية بتوصل أنا للمنطقة الجليدية وبتقعد تدور على أختها، لكن فجأة بيقع عليها تلج فبيخاف الحصان بتاعها وبيهرب. وبالليل بتحس أنا بالبرد فبتدخل محل عشان تشتري جزمة تساعدها على المشي علشان تقدر تكمل بيها طريقها. وبتسأل صاحب المحل إذا كان شاف إلسا في أي مكان، فبيقول لها إن هو ما شافش حد لأن في عاصفة تلجية قوية جدا. وفجأة بيدخل عليهم شخص متغطي بالتلج وبيقول لصاحب المحل إن هو هيدفع له فلوس الحاجة اللي أخدها بعدين، فبيرفض صاحب المحل وبيرميه بره. وبنكتشف إن الشاب هو الطفل كريستوف اللي شاف أنا وهي صغيرة لما كانوا عند الكائنات السحرية. وبتروح له أنا وبتديله الأدوات اللي طلبها من صاحب المحل، وبتقول له إن هي عايزاه يوصلها لمنطقة الشمال علشان هي معتقدة إن أختها هتكون هناك. فبيوافق كريستوف برغم إن هو ما بيبقاش فاهم حاجة. وبعد شوية بيبدأوا يتحركوا وبتحكي له أنا اللي حصل، وبتقول له إن أختها إلسا مش عاوزاها تتجوز حبيبها. فبيقول لها كريستوف إن أختها عندها حق وإنها ما ينفعش تتجوز شخص لسه متعرفة عليه. فبتحاول إنها تبرر له موقفها، ولكن كريستوف بيطلب منها تسكت علشان بيبقى في أصوات غريبة حواليه. وفجأة بيلاقوا مجموعة من الذئاب محاصراهم، فبتجري الغزالة بتاعت كريستوف بسرعة علشان الذئاب ما تاكلهمش. وبتحاول الذئاب إن هي تهجم على كريستوف، ولكن أنا بتنقذه في آخر لحظة. وبعدها بيوصلوا لحافة الجبل وبينطوا للناحية التانية، وبتقع العربية وبتتحرق. وبتوعده أنا إنها لما ترجع المدينة هتجيب له عربية جديدة بدل اللي راحت. وأثناء ما بيكملوا طريقهم بيقابلوا راجل تلجي واللي بيقول لهم إن هو اسمه أولاف، وبيعرفوا منه إن إلسا هي اللي صنعته. وساعتها أنا بتحس إنها سمعت اسم أولاف قبل كده، وبنعرف إن أولاف ده اللي بتبقى إلسا صنعته لأختها فعلا وهم صغيرين، لكن بتكون أنا برضو ناسية علشان ذاكرتها الوقت ده اتمسحت. وبيقول لهم أولاف إن هو عارف مكان إلسا وهيوصلهم ليها. وفي الناحية التانية بيكون الأمير هانز بيوزع بطاطين على سكان المدينة علشان الجو اللي اتحول من صيف لشتاء بسبب إلسا. وساعتها بيرجع حصان أنا للمدينة وبيلاقيه هانز وبيقلق على أنا وبيطلب حرس عشان يروحوا معاه يدوروا عليها. فبيقول وزير الملكة إنه الحراس بتوعه هيروحوا معاه، وبيأمرهم إنهم يقتلوا إلسا علشان يسيطروا على حكم ايرنديل. وفي الوقت ده بينجح أولاف إنه يوصل أنا وكريستوف لقصر إلسا. وقبل ما يدخلوا القصر بتطلب منهم أنا إنها تدخل لوحدها علشان تتكلم مع أختها الأول. وبتدخل أنا وبتقابل أختها وبتحاول تقنعها إنها ترجع معاها للمدينة، فبترفض إلسا إنها ترجع معاها لأنها مش عايزة تأذي حد بقوتها السحرية. فبتترجاها أنا وبتقول لها إن هي لازم ترجع معاها علشان تستخدم قوتها وترجع الصيف تاني للمدينة. فبتنفعل إلسا وبتقول لها إنها لسه ما بتعرفش تتحكم في قوتها بشكل كامل، وبتضرب أنا بالتلج من غير ما تقصد. فبيروح ليها كريستوف علشان يطمن عليها وبيقول لها إنهم لازم يمشوا حالا. فبترفض أنا إنها تمشي من غير أختها. فبتتضايق إلسا وبتصنع راجل تلج عملاق بيطردهم بره القصر. وفجأة بيتحول شعر أنا للون الأبيض، ولما بيلاحظ كريستوف شعرها بيقلق عليها وبيحس إن وضعها كده خطير جدا. وعلشان كده بيقرر كريستوف إنه ياخدها لأصحابه. وفي الطريق بيكلمها كريستوف عنهم وبيقول لها إن هم اللي ربوه وهو صغير وإنه بيعتبرهم عيلته الوحيدة. ولما بيوصلوا بنكتشف إن أصحابه دول بيبقوا الكائنات السحرية اللي عالجت أنا وهي صغيرة، وبيظهر إنهم بيحبوا كريستوف جدا وبيكونوا فاكرين إن أنا حبيبته. فبيقول لهم كريستوف إن أنا صديقة ليه مش أكتر.
أكتر، لكن بيكون واضح عكس كده وإنه فعلا بدأ يحبها. وبعدها بيجي قائد الكائنات دي وبيكشف على آنا وبيقول لها إن هو آسف مش هيقدر يعمل ليها حاجة لأن إلسا ضربتها في قلبها، وإن كده قلبها قرب يتجمد بشكل كامل، وإن الحل الوحيد علشان تخف إنها تقابل حب حقيقي. وبيبدأ شعر آنا يتلون للأبيض بشكل أكبر وبتتعب آنا أكتر، فبيقرر كريستوف إن يوديها لهانز علشان ينقذها. وفي الوقت ده بيوصل هانز لقصر إلسا ومع الحراس وبيدور على آنا، وفجأة بيظهر راجل تلج العملاق وبيضربهم علشان يبعدوا عن القصر، فبيجروا الحراس بسرعة علشان يقتلوا إلسا زي ما الوزير قال لهم. فبتقرر إلسا تواجههم، فبيضربوا عليها سهام علشان يقتلوها، فبتتصدى إلسا لواحد منهم، ولكن هانز بينقذها وبيمنع الحراس وبيتغير مسار السهم وبيصيب النجفة التلجية اللي متعلقة في السقف. بتتأثر إلسا جامد من إصابة النجفة دي وبيغمى عليها، وتاني يوم بتصحى تلاقي نفسها محبوسة في زنزانة وبيكون هانز هو اللي حبسها. وفي الوقت ده بيوصل كريستوف للمدينة وبيوصل آنا للحراس علشان يوصلوها لحبيبها هانز، وبيمشي وهو زعلان لأنه حبها وتعلق بيها. وبتروح آنا لهانز وهي تعبانة جدا وبتحكي له كل اللي حصل، وبتقول له إن قلبها بيتجمد وهتموت وإن حبه ليها هو اللي هينقذها. فبتتغير ملامح هانز وبيقول لها إن هو ما بيحبهاش وإن هو كذب عليها علشان يسرق حكم المدينة، خصوصا لما عرف إن علاقتها بأختها متوترة وإن في مشاكل بينهم. علشان كده بيقرر إنه يسيبها تموت، وبيقول لها إن هو هيقتل إلسا علشان يتخلص منها هي كمان ويقدر يسيطر على المدينة ويبقى هو الملك. وبيسيبها وبيمشي. وقتها إلسا بتفك الحديد اللي في إيديها وبتهرب من السجن. وفي الوقت ده بيلاحظ كريستوف إن في عاصفة ثلجية قريبة من القصر الملكي، فبيروح بسرعة علشان ينقذ آنا. وبيدخل أولاف على آنا بيلاقيها واقعة على الأرض من البرد، فبيولع النار علشان تتدفى وبيسألها عن اللي حصل، فبتحكي له كل حاجة حصلت وبتقول له إن هانز طلع ما بيحبهاش. فبيقول لها إنها ما خدتش بالها إن الشخص اللي كان بيحبها فعلا هو كريستوف. وفي الوقت ده بتحاول إلسا إنها تهرب من المدينة وما بتكونش عارفة أي حاجة من اللي بتحصل لأختها، فبيروح لها هانز وبيكذب عليها وبيقول لها إن أختها ماتت بسببها وإن هي اللي جمدت قلبها. فبتنهار إلسا وبتقع على الأرض، وبيستغل وقتها هانز الفرصة وبيحاول يقتلها من غير ما تاخد بالها. وبتشوف آنا كل اللي بيحصل وبتروح بسرعة تنقذ أختها وبتقف قدام هانز لحد ما بتتجمد تماما وبتصد ضربة السيف بتاعته. وبكل حزن بتشوف إلسا أختها وبتحضنها وهي بتعيط علشان هي كانت السبب في اللي بيحصل ليها. وفجأة بيبدأ التلج اللي على آنا يسيح، وبتكتشف آنا إن الحب الحقيقي كان في حب أختها ليها، علشان كده طول الوقت كانت بتبعد عنها علشان تحميها من قوتها السحرية. وبتفرح إلسا جدا برجوع أختها ليها، وبتقدر ساعتها إنها تسيطر على قوتها بالكامل، وبتسحب كل التلج اللي في المدينة وبيرجع الصيف مرة تانية. وبتسجن هانز والوزير بتاعها بعد ما عرفت مخططاتهم الشريرة. وبعدها بتفاجئ آنا كريستوف وبتجيب له عربية جديدة زي ما وعدته، وبيفرح كل سكان المدينة برجوع الصيف مرة تانية وبرجوع الملكة إلسا اللي بتجمد الأرض علشان تخلي كل سكان المدينة يرقصوا على الجليد. وبترجع البهجة والسعادة والحب الحقيقي للمدينة من جديد. بيبدأ الجزء التاني من فيلمنا بمشهد من الماضي، وبنشوف فيه إلسا وهي بتلعب مع أختها آنا وهي بتستخدم قوتها السحرية علشان تصنع ليها رجل تلجي. وبعدها بيظهر باباهم وبيحكي لهم حكاية قديمة جدا حصلت معاه وهو صغير، لما كان في غابة مسحورة في أرض الشمال عايش فيها شعب الغابة اللي بيبقوا بيتحكموا في قوة الطبيعة وبيحميهم عناصر الطبيعة الأربعة اللي هم الهواء والمية والنار والأرض. وبيروح لهم جد إلسا واللي بيكون ملك مدينة أيرانديل. في الوقت ده بيعمل معاهدة صداقة مع الشعب ده وبيعبر ليهم عن حبه ليهم، وبيبني ليهم سد علشان يخزنوا فيه المية بتاعتهم. ووقت ما كان والد آنا وإلسا لسه صغير بيجتمع الشعبين علشان يحتفلوا ببناء السد، وبيحصل بينهم معركة من غير سبب وما بيكونش حد عارف مين فيهم اللي بدأها. وبيقع جد آنا وإلسا وبيموت، وبسبب الحرب اللي كانت بين الشعبين بتغضب العناصر الأربعة اللي بتحمي الغابة وبتنزل عليهم صخور لحد ما بتصيب والد آنا وإلسا وبيغمى عليه. وساعتها بيظهر حد وبينقذه باستخدام السحر، ولكن فجأة بيسمع صوت غريب اللي بيبقى قوة عناصر الطبيعة وبتحاول تتواصل معاه. وبعدها بيظهر ضباب شديد على الغابة وبتمنع وقتها العناصر الأربعة دخول أو خروج أي حد من الغابة. وبتخلص الحكاية وبيقول والد آنا وإلسا لبناته إنه صحي بعدها ولقى نفسه في المدينة، ومن ساعتها وهو حاكم المدينة بعد والده، وبيوجه كلام
كلامه لإلسا وبيقول لها إن قوى الغابة المسحورة لازم هتستيقظ مرة تانية، علشان كده لازم يستعدوا ويحموا مدينتهم من أي خطر. وبنروح بعدها للحاضر، بالتحديد ليلة وفاة والد أنا وإلسا. وساعتها بيجي واحد من الحراس وبيستدعي إلسا تقول كلمة لشعبها، لكن فجأة بتسمع إلسا صوت عناصر الطبيعة اللي كان والدها بيسمعهم. فبتسأل الحارس إذا كان سمع الصوت ده ولا لأ، فبيقول لها إن هو ما سمعش حاجة. وبنفهم من كده إن الصوت ده محدش سمعه غيرها. وبالليل بتقعد إلسا مع أختها أنا وحبيبها كريستوف وبيلعبوا لعبة مع بعض. ولما بيجي الدور على إلسا بتسمع الصوت مرة تانية، فبترتبك وتمشي بدون أي مقدمات. وقتها أنا بتكون حاسة إن في حاجة غريبة بتحصل مع أختها، وساعتها بيحضر كريستوف نفسه علشان هيفاجئ أنا ويتقدم لها بطريقة رومانسية ويجيب ليها خاتم علشان يعرض عليها الجواز. لكن أنا ما بتكونش شايفاه وبتخبطه بالغلط، فبيقع منه الخاتم. فبيلحقه كريستوف قبل ما يقع، وبتفضل أنا تتكلم ومش بتديله فرصة وبتسيبه وتمشي. وبعد شوية بتروح أنا لأوضة أختها وبتلاقيها لابسة لبس والدتها وهي متضايقة، فبتسألها هي كويسة، فبتكدب عليها إلسا وبتقول لها إن هي كويسة. وبعد ما بيناموا وبتسمع إلسا الصوت مرة تانية، بتقرر إنها تعرف مصدره، فبتخرج وبتلاقي قدامها نور غريب وبتفضل تجري وراه لحد ما يختفي. فبتستخدم إلسا قوتها السحرية وبتعمل كتل تلجية كتير جدا، لكن بعدها بتتفاجئ إن الكتل التلجية دي مرسومة عليها عناصر الطبيعة الأربعة، وبيظهر بعدها نور غريب في السماء، وبتقع الكتل التلجية على المدينة كلها. وفجأة بتختفي المية من المدينة وبتيجي عاصفة شديدة جدا بتسحب كل السكان، وبتبدأ الأرض تتحرك وبيخرج الناس من المدينة. وبتسأل أنا أختها إلسا على اللي بيحصل، فبتقول لها إلسا إن الغابة المسحورة استيقظت تاني زي ما والدهم كان محذرهم وهم صغيرين، والصوت اللي كانت بتسمعه هو صوت عناصر الطبيعة، وإنهم بينادوها علشان تساعدهم. وفجأة بتيجي الكائنات الغريبة اللي عالجت أنا وهي صغيرة، وبيقول قائدهم لإلسا إن هي لازم تعرف الغابة المسحورة استيقظت ليه وتكشف سر الماضي اللي محدش يعرفه لحد دلوقتي. واللي بنبقى عارفين إن السر ده هو إنها تعرف السبب اللي خلى الحرب تبدأ بينهم وبين شعب الغابة المسحورة. فبتقرر إنها تدخل الغابة المسحورة وتعرف مصدر الصوت ده وتدور على حقيقة اللي حصل في الماضي. فبتقول لها أنا إنها هتروح معاها هي وكريستوف. فبتطلب إلسا من قائد الكائنات المسحورة إن يخلي باله من أهل مدينتها لحد ما ترجع. وبعد شوية بيركبوا العربية بتاعت كريستوف وبيمشوا في طريقهم للغابة. وبيحاول كريستوف يكلم أنا مرة تانية في موضوع جوازهم، لكن ما بيقدرش لأنها بتغير الموضوع، وبيتكلموا بخصوص الغابة المسحورة. وفجأة بتسمع إلسا صوت عناصر الطبيعة، فبتطلب من كريستوف إنه يوقف العربية. وبتروح إلسا في اتجاه الصوت لحد ما بتلاقي ضباب كتير جدا، وبتفهم إنها وصلت للغابة المسحورة. وبتحاول تخلي أولاف يدخل الغابة، لكنه بيلاقي نفسه بيخرج، وده لأن قوة عناصر الطبيعة ما بتسمحش لحد يدخل أو يخرج من الغابة. فبتستخدم إلسا سحرها وبتكشف الغبار عن الغابة، وساعتها بتظهر تماثيل حجرية لعناصر الطبيعة الأربعة، وبيفتكروا كلام والدهم عن قوة عناصر الطبيعة. وبعدها بيدخلوا الغابة المسحورة اللي بيكونوا منبهرين بجمالها. وبالصدفة بتشوف أنا السد اللي بناه جدها الملك لشعب الغابة. وساعتها بيقرب كريستوف من أنا وبيستغل إنها واقفة لوحدها وبيحاول يتقدم ليها مرة تانية، ولكن كالعادة أنا بتكون مش مركزة معاه وبتقلق على أختها إلسا وبتسيبه وبتروح تدور عليها لحد ما بتلاقيها في الغابة. وبيتجمعوا كلهم تاني، وفجأة بيجي إعصار بياخدهم، وبتحاول إلسا إنها تنقذهم. وفعلا بتخرج أنا وكريستوف وبتستخدم قوتها وبتجمد الإعصار تماما. وبعدها بيظهر ذكريات قديمة لأحداث حصلت في الغابة دي، وبتشوف إلسا تماثيل تلجية. وبيقول لها أولاف إن عناصر الطبيعة بتمتلك ذكريات الماضي، وإن التماثيل دي لأحداث قديمة حصلت. فبيقتنعوا بكلام أولاف، وبتلاقي إلسا بعدها تمثال لوالدها وهو صغير، ومعاه الست اللي أنقذته لما أغمى عليه في الغابة المسحورة. وفجأة بيسمعوا صوت غريب، وبيظهر شعب الغابة المسحورة وحراس مدينة ايرنديل اتحبسوا في الغابة المسحورة بعد الحرب، وبيقرروا يحاربوا بعض مرة تانية. لكن بتوقفهم إلسا وبتستخدم سحرها وبتعمل سد جليدي علشان تمنعهم عن بعض. فبتستغرب قائدة شعب الغابة المسحورة من إلسا، وإنها من شعب المدينة اللي ما عندهمش قوة سحرية، وإن شعب الغابة هم الوحيدين اللي بيقدروا يستخدموا السحر. فبتقول لها إلسا إنها بتسمع أصوات الطبيعة اللي استدعتها علشان تحرر الغابة. وفجأة بيظهر كائن صغير وبيحرق الغابة وبيولع في كل الشجر. فبتستخدم إلسا قوتها علشان تطفي النار، وساعتها بتسمع الصوت من تاني، وبتتفاجئ إن السحلية كمان سمعته وعارف مصدره. وبتقرر إلسا إنها تروح مع السحلية علشان تعرف مصدر الصوت ده، وأنا بتكون
بتكون خايفة عليها، لكن إلسا بتهديها. وقتها بيظهر واحد من سكان الغابة وبيقول لإلسا إن الحيوان ده يخص شعبهم. وبعدها بتروح إلسا وأختها آنا لتمثال التلج بتاع والدهم، وبيكتشفوا إن والدتهم هي اللي أنقذت والدهم، وإنها أصلا من سكان الغابة، علشان كده ورثت قدراتها وبقى عندها قوة سحرية. وبيحتفل سكان الغابة بإلسا علشان هي طلعت واحدة منهم. وبعدها بتروح إلسا مع واحدة من شعب الغابة وبتقول لها إن في 4 عناصر للطبيعة، لكن في عنصر خامس بيتحكم في كل العناصر دي، وإن الصوت اللي هي بتسمعه ده يبقى صوته. وفجأة بيحصل هزة أرضية وبيظهر عمالقة واللي بيكرهوا البشر، وساعتها بتقرر إلسا إنها تروح ليهم وتتفاوض معاهم، لكن بتمنعها أختها آنا وبتفكرها إن مهمتهم يلاقوا مصدر الصوت اللي بتسمعه بس. وفجأة بيجي أولاف وبيقول لهم إن أكيد العمالقة دول عرفوا بوجودهم في الغابة، فبيقرروا كلهم إنهم يتحركوا ناحية الشمال علشان يروحوا لمصدر الصوت. وبتسأل آنا على كريستوف، فبتعرف إنه دخل الغابة مع واحد من القبيلة، فبتتضايق. ووقتها بيكون كريستوف مع واحد من شعب الغابة ومعاه مجموعة من الغزلان، وعايز يفاجئ حبيبته ويطلب إيدها بطريقة رومانسية. فبيشوف خيال حد جاي من بعيد وبيفتكرها آنا، وبيقول لها بصوت عالي إنه بيحبها وعايز يتجوزها، لكنه بيتفاجئ لما بتطلع قائدة شعب الغابة وبتقوله إن حبيبته آنا مشيت مع أختها من ناحية الشمال. فبيتضايق كريستوف وبيحس إن آنا مش بتفكر فيه. وفي الوقت ده بتوصل إلسا وأختها لمنطقة مهجورة، وبيلاحظوا حاجة غريبة جدا، وإن هي دي السفينة اللي باباها ومامتها غرقوا فيها. فبيدخلوا السفينة وبيبدأوا يدوروا على أي حاجة تفهمهم اللي حصل. فبتكتشف آنا الرسالة اللي والدتهم كتبتها وبتقول لهم فيها إنهم لقوا مصدر قوة إلسا. وبعدها بيلاقوا خريطة وبيكتشفوا إنه مصدر قوة إلسا موجودة في نهر معين. فبتفتكر إلسا كلام أولاف لما قال لها إن قوة الطبيعة ليها الذكريات، وبتستخدم إلسا قوتها وبتحول المية اللي موجودة على السفينة لتماثيل ثلجية على هيئة باباها ومامتها علشان تفهم اللي حصل. وهو إن باباها ومامتها عرفوا إن مصدر قوة إلسا في النهر، وقرروا يروحوا للنهر ده علشان يكتشفوا طريقة يقللوا بيها قوة إلسا، لأن في الوقت ده كانت قوتها كبيرة جدا وممكن تهدد حياة الناس. لكن أنا بتشجعها وبتقول لها إنها ملهاش ذنب في اللي حصل، وإن هي الوحيدة اللي تقدر تحرر الغابة المسحورة من اللعنة وترجع السلام التاني بين الشعبين. فبتقول لها إلسا إن في قوة سحرية 5 بتتحكم في كل قوة الطبيعة، وإن القوة دي موجودة في النهر، وإنها لازم تروح لوحدها علشان تعرف كل اللي حصل في الماضي. فبترفض آنا وبتقول لها إن أي حد هيقرب من حدود النهر بيغرق، علشان كده مش هتسيبها لوحدها. فبتتأثر إلسا وبتحضنها فجأة، وفجأة بتستخدم إلسا قوتها السحرية وبتعمل مركب صغير وبتركبهم فيها وبتبعدهم عنها علشان بتكون فعلا خايفة على أختها. بعد شوية بتوصل إلسا لحدود النهر وبتستخدم سحرها علشان تعدي النهر، لكن بتكون قوة المية بتتحكم في النهر وبتعمل أمواج عالية جدا علشان تمنع إلسا من إنها تعدي. وفجأة بيظهر حصان سحري في المية بيحاول يغرقها، لكن إلسا بتحاول تهرب منه. وساعتها بتكتشف إن الحصان ده يبقى عنصر المية، وإنه متجسد على هيئة حصان مائي وبيحمي حدود النهر من أي دخيل. فبتستخدم إلسا قوتها وبتعمل حبل وبتركب فوق الحصان علشان تحاول تروضه، وبالفعل بتنجح وبتجري بالحصان فوق المية لحد ما بتوصل لكهف وبتسمع صوت قوة الطبيعة ال5. فبتفهم إن الكهف ده هو مصدر الصوت اللي بتدور عليه. وبتدخل إلسا الكهف وبتكتشف إن العنصر الخامس هو التلج، وإن هو أقوى قوة في القوى السحرية، وإن هي اللي بتربط بينهم كلهم. وبتتفاجئ كمان إن الصوت اللي كانت بتسمعه هو صوت والدتها. وبعدها بتشوف كل ذكريات طفولتها اللطيفة وذكريات الحب مع باباها ومامتها، لكن بتتفاجئ لما بتشوف ذكريات جدها الملك اللي بنى السد لشعب الغابة المسحورة. وبتكتشف إن جدها هو السبب في الحرب بين الشعبين، لأنه كان قلقان من إن شعب الغابة يستخدم السحر وإن قوتهم تبقى أكبر من قوته. ووقتها بنى السد عشان يحصر كل المية في مكان واحد بحيث ما تستفادش الغابة بالمية. وبتدور إلسا أكتر وراء ذكريات جدها علشان تعرف أكتر عن الماضي، وبتنزل لقبو مظلم. وبعدها فجأة بتبدأ إلسا تتجمد بالكامل لأن القبو بيستنزف كل طاقتها. لكن قبل ما بتتجمد تماما بتستخدم سحرها وبتبعت لأختها نور في ذكرياتها وكل اللي هي اكتشفته وقتها. وبتكون آنا وأولاف في كهف غريب، وبتعرف عن طريق النور إن جدها كان بيحاول يقتل قائد شعب الغابة. وبتفهم إن السد اللي جدها بناه كان بيدمر الغابة وكل الكائنات.
فبتقرر أنا إنها تدمر السد ده وتحرر الغابة من اللعنة. وفجأة بيبدأ أولاف يسيح، وساعتها أنا بتفهم إن إلسا في خطر لأنه كان عايش بسبب سحرها. وبيختفي أولاف وبتخرج أنا من الكهف وهي محبطة، وبعد شوية بتسترجع شجاعتها تاني وبتقرر إن هي تدمر السد، وبتروح بسرعة للعمالقة وبتستفزهم علشان يجروا وراها وتخليهم يدمروا السد، وبتهرب أنا منهم. وبسبب قوة العمالقة بتقع أنا على الأرض، وبيجي كريستوف في آخر لحظة وينقذها، وبعدها بتطلب منه يوديها للسد لحد ما بتوصل وبتلاقي قائد جيش مدينتها واقف على حدود السد علشان يمنع العمالقة من إنهم يدمروه. وبيقول لها قائد الجيش إن جدها الملك أمره إنه يحمي السد ده بأي تمن. فبتقول له أنا إن جدها هو اللي خان شعب الغابة، وإن هو اللي كان السبب في الحرب دي، علشان كده لازم تدمر السد ده علشان تحرر الغابة من اللعنة ويرجع السلام تاني بين الشعبين. فبيقتنع قائد الجيش بكلامها وبيساعدها في إنه يلفت انتباه العمالقة ويستفزهم، وبتبدأ العمالقة تحدف عليهم صخور وبتروح أنا على السد. فبيحدف العمالقة الصخور على السد لكنها بتقع، وبيلحقها قائد الجيش وكريستوف في آخر لحظة، وبعدها بيتدمر السد وبيظهر في نص السماء العنصر الخامس اللي هو التلج. وبكده بتتحرر إلسا بعد ما كانت متجمدة وبتقع في المية، وبينقذها الحصان المائي. ووقتها بيكون في أمواج كبيرة جدا في طريقها لأيرندل، وده لأن السد كان حاجز المية عن المدينة لفترة طويلة، وبالتالي بعد ما اتهدم هتدمر المية المدينة كلها. ولكن بتيجي إلسا وهي راكبة الحصان وبتستخدم سحرها وبتبعد المية عن المدينة في آخر لحظة، وبيفرح شعبها عشان إلسا أنقذت المدينة. ومن الناحية التانية بتتفك لعنة الغابة المسحورة وبينتهي الضباب اللي كان عليها، وبيتحد شعب الغابة مع شعب المدينة مرة تانية، وبيكونوا كلهم فرحانين علشان الأمور رجعت لطبيعتها. لكن أنا بتكون متضايقة علشان بتكون فاكرة إن أختها إلسا ماتت، وفجأة بتلاقي كتلة تلجية بتطير قدامها، فبتروح وراها لحد ما بتوصل لقمة جبل عالي، وبتشوف أختها إلسا وهي راكبة الحصان وبتمشي على المية لحد ما بتوصل للشط، وبتحضن أختها وهي منهارة، فبتشكرها إلسا لأنها أنقذتها. وبيروح لهم كريستوف وهو سعيد برجوعها، وبتستخدم إلسا سحرها وبترجع أولاف مرة تانية، وبتركب له أنا الإيد الخشبية، وبتكون سعيدة برجوعه ليهم مرة تانية. وبيستغل كريستوف اللحظة السعيدة دي وبيعرض على أنا الجواز، وبتوافق وبتكون مبسوطة جدا. وبعد فترة بتتخلى إلسا عن حكم المدينة لأختها، وبتقرر تعيش في الغابة المسحورة علشان تحميها، وبتكون هي العنصر الخامس اللي بيربط كل العناصر ببعض. وفي احتفال الشعب بتتويج الملكة بتبعت أنا لأختها إلسا في الغابة علشان تقدمها فيه، فبتقرأ إلسا الرسالة وبتاخد الحصان بتاعها علشان تروح لأختها ويحتفلوا مع بعض. وبكده بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيلم اضغط لايك وما تنساش تشترك في القناة.